تشتري شقة في مصر أرخص ولا تشتري بيت في الجنة أفضل؟ إيه الكلام ده؟ وإيه اللي أنت عايز تقوله؟ عيني هقولك، بس صلي الأول على سيدنا محمد. بص، هو مفيش حاجة، ما تخافش. أنا كل اللي أنا كنت عايز أوضحهولك إن أنت لو معتقد إن أنت ما خدتش نصيبك كله من الدنيا لسه أو مش هتاخده، يبقى حاول تاخد نصيبك كله من الآخرة. وده كلام نبي الأمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وربنا عز وجل قال عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. ولو انت وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى انت لسه في الأول، محتاج تعمل شير وتسمع بقى الكلام الجميل وكمل معايا الفيديو. هقول لك على حاجة دلوقتي، أسعار الشقق بتتراوح ما بين، أو أسعار الشقق في مصر بتتراوح ما بين 700,000 جنيه لحد 2 مليون جنيه. ودي الشقق بتاعتنا المتوسطة، اللي هي يعني شقة في شارع عرضه 10 متر والعمارة حلوة، والشقة 100 متر وفي برج بقى 12 دور ودلع. طيب لو انت معاك نص المبلغ ده حوالي 400,000 جنيه وهتقسط الباقي، تدفع 10,000 جنيه كل شهر قسط، فانت هتقسط المبلغ على 3 سنين ونص. حلو الكلام؟ لان ببساطة شديدة جدا ربنا عز وجل قال لك: ويدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولأن ببساطة تانية ربنا عز وجل قال لك: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني لو انت عشت 1000 سنة اللي هو بمقدار يوم، يعني لو انت عشت 100 سنة اللي هو بمقدار نص تلت يوم. طيب ثانية هشرح لك. الزمن هو مخلوق ربنا عز وجل خلقه لينا، وعليه بتنطبق قوانين الوقت اللي ربنا حددها علينا احنا فقط، والقواعد بتاعته دي بتنطبق علينا احنا فقط زي ما كنت لسه قايل لك، وعليها بقى عندنا نهار وليل. يبقى تفهم ايه من ده؟ افهم يا سيدي ان الدنيا وما فيها عبارة عن شوية ايام لا يعلمها الا الله، ولكن ايام فقط، ايام فقط. الجنة بتيجي بحاجات بسيطة جدا، منها الصلاة والايمان والعمل الصالح والطاعة لربنا عز وجل. ربنا عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مقابل الجنة. فين بقى الثمن؟ أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن لأنفسكم أثمانا فلا تبيعوها إلا بالجنة. في حديث عن سيدنا محمد بيقول إن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. طيب يعني أنت بتلخص لي الموضوع ده في 12 ركعة تطوع نوافل مش فريضة، ويكونوا عبارة عن 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، يبقى كده 6، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، يبقى عملت ال 12 والكتيب اللي في الجنة. افهم ان الدنيا وما فيها عبارة عن شوية ايام، في الاخرة هتعيش حياة الى ما لا نهاية. والخلاصة هنا بقى، الخلاصة في الحديث بتاع سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام: 12 ركعة تطوع مش فريضة بني لك بيت في الجنة. صلي عليه. ربنا عز وجل بيقول لك: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وربنا عز وجل بيقول لك: وظن أهلها إنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وربنا عز وجل بيقول لك: إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وربنا عز وجل بيقول لك: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ربنا عز وجل بيقول لك: قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليل لو إنكم كنتم تعلمون.